بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الخدمه اللي كتكون زوينه وكتكون خارجه من القلب كتوصل للقلب. راه الدنيا كامله خدمه، ولكن ماشي اي خدمه كتكون عندها قيمه. القيمه كتكون في الاخلاص، في داك الجهد اللي كدير وانت ما كيشوفك حتى واحد، في داك التعب اللي كتعرفو غير انت والله. قال الله تعالى: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني حتى الا ما شافوكش الناس، راه ربي شايف وعارف وغادي يرزقك على قد نيتك. وكاين آية أخرى كتعلمنا المسؤولية: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني خدم بنية وما تنقصش من حق حتى واحد، لا في المادة، لا في الجودة، لا في الثقة. بغيت نصلح داري ماشي غير شعار، راه وعد. نوصلوا الخدمة نقية ونخدموا بضمير ونخليو الأثر زوين. شحال من واحد خدم وتعب ولكن ما وصلش، علاش؟ حيت خدم بلا نية وبلا صدق. وراه العكس صحيح، كاين اللي خدم بالقليل ولكن بضمير وربي يفتح ليه البيبان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني العمل الصالح ما كيمشيش هكاك، كيبدل حياتك وكيعطيك راحة في القلب قبل أي حاجة. وفي الخدمة ديالنا ماشي غير كنحطو حيوط ولا كنبنيو دور، راه كنحطو الثقة وكنبنيو راحة الناس. كل ضربة يد خاصها تكون فيها أمانة، كل تبصيرة صغيرة راه شهادة عليك. بغيت نصلح داري، هي رسالة نخدمو بإخلاص، نصبرو في الصعاب ونخليو العمل ديالنا ينطق علينا. وخلي ديما في بالك إلا صلحتي خدمتك ربي يصلح حياتك. السلام عليكم، استودعكم الله إلى فيديو مقبل إن شاء الله.